اول انذار من ربنا جالي، وبرضه لسه الشيطان كان بيلاعبني. حريق بيتي. كنت في رمضان قبل السحور بساعة كده. شكرا يا حبيبي. ودخلت انام وسمعت فرقعتين، وكان معايا الجماعة في البيت وبتاع، ويوسف كان في البيت التاني. فرقعتين، قلنا ماشي، ده صوت الباب بتاع البواب ايه وبتاع والحركات دي. شويه بوم 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 بوم، نفتح الباب الدنيا كلها مولعه. يا دوبك خرجت الجماعه اللي معايا بره البيت وقفلت الغاز والكهرباء. لقيت البيت كله سواد السواد، واول مره في حياتي كنت اشوف النار بعيني. والله اول مره كنت اشوف النار بعيني، اسرع من الرصاص، اسرع من الرصاص. المهم الدنيا دخلت وبتاع، دخلت سترت نفسي ولبست حاجه، جريت على البلكونه، فتحت الباب، كسرت الازاز، دخلت البلكونه عشان انط. انا في الدور الاول فوق الارض. المهم مفيش حد في الشارع، احنا في رمضان كنا وقبل السحور يعني، فمفيش. يا خلق يا هو الحقوني، محدش سأل. في ظرف مفيش 5 دقايق. المهم لقيت الدنيا كلها والناس حضرت، واخواتي والمطاعم والناس عرفت، كله بقى يجي جري. جابوا لي سلم من تحت وبتاع، ونطيت من الدور الاولاني للارض تحت. انا ما بقيتش زعلان على البيت، معرفش ليه. ونزلت وجت المطافي والدنيا. 10 دقايق البيت اتفحم بدون اي سبب، والله بدون اي سبب البيت اتفحم. المهم خلصنا وبتاع، والحكومه والمطافي فانا مش زعلان، بس حاسس في حاجه قبض قلبي. ولسه برضه الشيطان بيقول لي ايه، عادي، ده ممكن ماس كهرباء زي ما بيقولوا الحاجات دي. تاني يوم حبيت اجي ابص على البيت، الصدمه اللي فيا عايز ابص على البيت. ايه اللي حصل؟ جيت لقيت الحيطان بتغلي، والله العظيم الحيطان قعدت تغلي اكتر من 10 ايام. فده برضو من النوع اللي هو يعني خلاني مهما الشيطان بيلعبني، بس عارف ان في حاجه غلط انا فيها. والنار كمان اللي شفتها خفت من الاخره بقى. وهكمل معاكم في الفيديو الجاي. وده اول انذار من ربنا جالي عشان ابعد عن الحرام، دي الحقيقه.